دور 32. وهذا اللقاء الكبير لقاء يجمع سان جورج بطل اثيوبيا امام النادي الاهلي بطل مصر وبطل القاره السمراء. احييكم من هنا من قاهره المعز وبالتحديد من ملعب استاد القاهرة الدولي، وهذا اللقاء الكبير في هذه البطولة القارية الكبيرة، والنادي الأهلي هو حامل لقبها وهو أكثر الفرق فوزا وتتويجا بلقب هذه البطولة. نتمنى يا رب بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي، والنهارده يقدم مباراة كبيرة جدا. اليوم مشاهدينا لقاء الذهاب هنا في القاهرة، وأيضا مباراة العودة هتكون في القاهرة يوم الجمعة القادم بإذن الله. طبعا اللقاء طبعا يعتبر النهارده ملعب فريق سان جورج، لان الاتحاد الافريقي رفض اقامه هذه المباراه في ملعب فريق طبعا سان جورج لعدم الصلاحيه، وقرر اقامه النهارده المباراه هنا في القاهره. وان شاء الله نشوف مباراه حلوه، وان شاء الله النادي الاهلي يضرب بدايه من نار ويسعى من اجل الفوز، بل يسعى من اجل طبعا الاحتفاظ بلقب هذه البطولة القارية المفضلة والمحببة لدى الملايين من عشاق ومحبيه. النهارده بطل اثيوبيا هو صاحب البيت صاحب الدار. على الورق اليوم بيلعب بطريقة لعب 4-3-3، حارس مرمى بهيرو نجاش، رباعي خط دار ايدونج 14 باك يمين، ورمضان يوسف باك شمال رقم 18، ادينا قلبي دفاع ايمانويل 3، وادوين رقم 24 3 في نص الملعب كمحاور ارتكاز، كوامي رقم 4، زيليكي 26، داوت رقم 16، ثم 3 في الخط الامامي ياليو رقم 10، ايمانويل ايربو رقم 12، والخطير اللاعب الشاب وهو النجم دامي صاحب القميص رقم 9 النهارده في مباراه اليوم. اما الاهلي النهارده الشناوي حارس مرمى، رباعي خط دار محمد هاني، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، علي معلول، 2 على الدايره، علي اوديانج، مروان عطيه، قدامهم 3 لاعبين، بيرسي تاو، امام عاشور، حسين الشحات، وراس حربه وحيد هو النجم محمود كهربا صاحب القميص رقم 7. طاقم تحكيم النهارده بين تشاد، حكم مباراه اليوم هو السيد ألفريد أرمي، ومساعد أول عيسى أبو جالب، ومساعد ثاني حافظ موسى، والحكم الرابع هو الكابتن عبد الكريم عثمان. الآن يحد على شمال الشاشة بيزيل الأحمر، وفريق سان جورج صاحب البيت صاحب الدار هيكون يا سادة على يمين الشاشة النهاردة بيزيل الأصفر في مباراة اليوم. بكل تأكيد النهاردة هو يوم للتاريخ، لأن مواجهة اليوم هي المواجهة الأولى في تاريخ الناديين، لم يتقابلوا من قبل ولا مرة، ولكن النهاردة 24 سبتمبر لعام 2000 لعلي معلول، الباص بيني حلو، قصة على الشمال، لسه مع الكورة محمود كهربا، واستلام من علي طول تترد من أقدام مدافعي نادي طبعا سان جورج على الاثيوبي، لمسة على الشمال تصل لإمام عاشور بالعرض، كورته عالية ناحية اليمين ناحية محمد هاني، أمامية لتاو، قطع مرة ثانية للعيبة طبعا فريق سان جورج الاثيوبي، فريق بطل اثيوبيا يشارك في هذه البطولة للمرة رقم 14. خط ممتاز من لاعبي النادي الاهلي، والباصة حلوة سحرية بقدم محمود كهربا، ولكن الاستلام طولت من النجم حسين الشحات، لمسة مرتين على الشمال، علي معلول عدى راح فات علي، ولكن تعدى وطلعت منه بره، وطبع على طول ضربة المرمى لصالح بطل اثيوبيا. بطل اثيوبيا اخر مشاركة ليه افريقيا كانت في هذه البطولة في عام 2017، وعمل انجاز، والانجاز وصول للمرة الاولى والوحيدة في تاريخه لدوري المجموعات. ده يعتبر يعني انجاز كبير لبطل اثيوبيا في خلال مشواره في السنوات الماضية في بطولة دوري ابطال افريقيا. ترجع ورا في وسط الملعب ناحية الباك اليمين على طول ناحية ادوجنا بالعرض لادوين فريمبونج، لمسة على اليمين ثانية ورا لادونجا، رجعها لادوين، تصل اماميه ناحيه اللاعب ياليو لكوامي، كورته الامام، الكره الطوليه، دفاع من عبد المنعم، رجعها ورا في الامان، ترجع ناحيه طبعا محمد الشناوي، يطلع كورته عاليه الشناوي، استلام من امام عاشور، تصل لحسين الشحات، ولكن بره الملعب. النهارده طبعا عوده الشحات وعوده كهربا، والنهارده يتواجد بره على الدكه صلاح محسن، دول الثلاثي اللي كانوا غابوا عن لقاء النادي المصري في الدوري،
والعودة من الإيقاف. والنهاردة طبعا بره موجود على الدكة، انطلاقة موجودة، عاوز يعدل لكن دفاع ممتاز من علي معلول. مروان ولكن ما رحلاش علي وطلع بره، طلع بره الملعب. تماس حاليا لفريق طبعا سان جورج. فريق سان جورج لم يحقق اي بطولة افريقية طوال تاريخه، كل بطولاته كلها بطولات على الصعيد المحلي. فريق تأسس في عام 35 وبقول لكم كل بطولاته كلها بطولات محلية، سواء دوري او كاس او سوبر محلي. لمسة الامام في نص الملعب تترد من على طول ربيعة، دفاع بقدم اللاعب داود، ترجع لهاني لعبد المنعم على الارض، يبني الهجمة على الطرف الشمال، تصل لعلي معلول، استلام مروان عطية لعبد المنعم، رامي ربيعة، لسه ربيعة وتحضير. وطبعا النادي الاهلي عاوز يبدا البدايه القويه، عاوز يسجل هدف مبكر مع لحظات اولى من عمر الشوط الاول، عشان طبعا بعد كده ركنيه لصالح النادي الاهلي. ضربه ركنيه اولى في المباراه تقريبا في الدقيقه 7 من بدايه الشوط الاول. ركنيه لصالح النادي الاهلي. هذه كهربا وادي النجم علي معلول. علي معلول طبعا اللي سجل طبعا مع النادي الاهلي في الدوري في الموسم الماضي اهداف لا تنسى، منها طبعا سجل 8 اهداف، كان هو ثاني هداف النادي الاهلي في الدوري. ولكن في هذه البطوله صنع اكثر من هدف، منهم اهداف لا تنسى سجلها عبد المنعم من عرضيه ساحره سان جورج الاثيوبي. هداف الاهلي في هذه البطوله في الموسم الماضي كان محمود كهربا رصيد اهداف، ثم تاو 5 اهداف، ثم حسين الشحات وعبد المنعم برصيد 4 اهداف. عبد المنعم مشاهدينا اللي بدأ البطولة بهدف الفوز على الاتحاد المنستيري في المنستير في لقاء الذهاب فاز الدور، هدف كان في الدقيقة الثالثة بلس 90. وعبد المنعم اللي خد البطولة بهدف الفوز باللقب ثمار منادي الوداد الرياضي المغربي في لقاء العودة، في اللقاء اللي كان انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. ترجع ورا بالعرض لسان جورج، استلام من ايمانويل، راسية ولكن بعيدة قوية على رمضان يوسف، تلعب برا. تماس حاليا لصالح النادي الاهلي، تماس تصل ناحية اليو ديانج على الارض لتاو. بطولة كبيرة، بطولة دوري ابطال افريقيا، هي البطولة الاقوى، هي البطولة رقم 1 في القارة السمراء، ما فيش كلام. لمسة على الشمال، علي معلول ملك الحلول، لمساته كلها سحر وجمال وفنون، وجبهة يسرى من نار بالنسبة للنادي الاهلي. انطلاقة من ربيعة، لمسة ربيعة على الارض لعبد المنعم، امام عاشور، مكسب عالية تعلى وطلعت بره، استلام روعة بتصويبة ولكن الدفاع لها بالمرصاد، تيجي في قدم اللاعب ايمانويل وطلعت بره. بص الباصة حلوة ازاي، بص باصات سحرية بقدم امام عاشور، والاستلام من حسين الشحات ولكن تعدي وتبقى بره الملعب. ركنية مرة ثانية لصالح النادي الاهلي، ركنية لمرة ثانية للاهلي. الشحات، علي معلول، تصل حسين الشحات، مهارة، قدرات فنية غير عادية، لسه مع كرة الشحات، ترجع لعطية على الشمال، رؤية علي معلول، هوب الراسية ولكن الدفاع ممتاز حتى الآن من مدافعي بطل اثيوبيا. دربكة والتعدي وبره الملعب. ركنية تقريبا للمرة الثالثة أو الرابعة لنادي الاهلي، هو ده الكلام الصح. هو على طول ارض حلوه على الشمال، استلام الشحات وتصويبه، دفاع بقوه، ترجع ناحيه مروان عطيه، رجعها في نص الملعب، تصل لهاني لاليو ديانج، استلام للاعب مروان عطيه لحسين الشحات في نص الملعب، حسين ترجع لمروان ورا تحضير بعرض الملعب، داود لمسه الامام ايمانويل ولكن عرقله من رامي ربيعة وفاول الآن لصالح فريق سان جورج الاثيوبي. في الموسمين الماضيين فاز بلقب الكاس 10 مرات، آخرها في عام
2016 فاز بكأس السوبر المحلي 16 مرة أخيرا كان في عام 2017. هي دي بطولات وإنجازاته. قطع مرة ثانية الكعب والدفاع من ربيعة، لمسة محمد هاني، ضغط من لاعبي سان جورج الأثيوبي، تعدي دفاع من ربيعة لهاني لديانج. المثلثات الجيدة من لاعب الأهلي تترد من الأبطال طبعا اللاعب زيليكي، لمسة اللاعب ياليو، دفاع من ثاني امام ولكن في عرقله من الخلف واضحه بالنسبه له. مكسب مفيش كلام ان هو قادر ان هو يحافظ على شباكه من اي اهداف في اول ربع ساعه من عمر اللقاء. الضغط من الاهلي، لمسه على الشمال تصل لرمضان يوسف، انطلق راح في الجبهه اليسرى رمضان يوسف مع كل رمضان، باصه بينيه قطع حلوه من محمد هاني. يلا بقى لازم نعمل الهجمه بشكل فيه سرعه، لازم نعمل هجمات سريعه ونستغل الاندفاع الموجود في اداء بطل اثيوبيا. اليو دانج الهجمه السريعه، البصه حلوه، بيرسيتاو عرضيه. يا طماع يا طماع يا طماع يا طماع، لازم تكون طماع يا تاو، لازم تكون طماع يا تاو. بيرسيوبي جماهير الاهلي عامله شكل وطعم ولون، عامله جو غير عادي لهذه المباراه. بطولات افريقيا، امام بعرضيه كهرباء، تصويبه فين؟ في المدرجات، في المدرجات. الضغط يولد اخطاء، والاهلي ضغط على لاعبي سان جورج وعملوا خطأين لاعبي سان جورج، ولكن الخطأين ما قدرناش نسجل منهم هدف. هذه القطعه الممتازه من امام والاسيست الروعه، هديه لقدم محمود كهرباء. وكهرباء فين؟ في المدرجات. امام عاشور لعب مباراتين مع الاهلي امام اتحاد العاصمه. اخوه الاكبر موجود في الفريق هو اللاعب قلب الدفاع صاحب القميص رقم 24 وهو ادوين فريمبونج، ولاعيب عمره 30 سنه. دول اخوات ادوين. امام عاشور الكعب، قاسمة الامام لعلي معلول لحسين الشحات. محمد هاني في نص الملعب ورا، ترجع لعبد المنعم اماميه، اللمسه الشحات الراسيه من علي معلول، هاتوا خد. الله الله على الجمله، ولكن الدفاع حتى الان متميز بقدم ادوين فريمبونج. طلع كورته بره المدافع، مدافع فريق سان جورج الاثيوبي. تماس من علي، تصل للشحات، رقص، عدى الشحات مساندة، تصويبه ولكن تترد من راسيه رمضان يوسف. تصويبه لسه مع كرة خطيرة، التصويبة متابعة، يا الله تصويبات قوية، ولكن حتى الآن دفاعات حصينة من بطل اثيوبيا طوال الشوط الأول. باصة غير جيدة، الضغط حلو من لعبة الأهلي. هاني تصل لمحمود كهرباء، كهرباء عدى فات كهرباء، دخل في الزحمة، قطعوها جابوها لاعبي بطل اثيوبيا. هجوم معاكس، انطلاق الأمام، هجمة عنترية بقدم اللاعب ادامي رقم 9. تصل ايمانويل ايربو، لسه ايربو، ترجع مرتين ورا لزيليكي. تغيير ملعب ناحيه الباك اليمين وهو اللاعب ادوغنا، عرضيه منتهى خطوره ولكن في فاول موجود من نصيب المدافع المتميز اماميه. الهجمه من الخط الخلفي، لسه عبد المنعم يطلع كرة الامام، الكرة الطولية حلوة لتاو، الاستلام ولكن الراية والصفارة والتسلل. تسلل موجود على تاو ولكن الاستلام بالكعب غير عادي، استلام بالكعب غير عادي. نادي الاهلي بقول لكم في هذه البطولة لعب من قبل 329 مباراة، فاز في 171 مباراة، اتعادل في 90 مباراة، خسر 68 مباراة، سجل 526 هدف ودخل مرماه، هو الهداف التاريخي 37 هدف. لمسه اللي طبعا النجم ابو تريكه 31 هدف، ثم النجم عماد متعب 24 هدف. فاول لصالح النادي الاهلي، الاهلي الافضل، الاهلي من محمد هاني، لسه مع الكره هاني بالعرض، ترجع ناحيه محمد عبد المنعم للنجم حسين الشحات. حسين برويا بكره طوليه حلوه على اليمين، دوا الاستلام الجيد، بيرسيتاو مره ثانيه ورا لمحمد هاني، رويا
والعرضيه الجميله خطيره راسيه من موجود يتابع، ولكن تمركز دفاع ممتاز حتى الان من لاعبي البطل الاثيوبي. قطع مره ثانيه من ربيعه وهجمه جديده للاهلي، تصل لديانج على اليمين، ربيعه بلمسه خطيره مش ممكن تعدي. يا الله يا الله، لمسه ولكن تعدي يا دوب بجوار بس لحظه باذن الله. تحضير واستلام، هد خد، تصل للشحات، المهاره والتصويب والهدف العالمي 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 العالمي. جول جول حسين الشحات بلمسه بمهاره بكوبري عالي جدا، وحطها هناك في البعيده في الزاويه في المكان البعيد الهادي على الشمال. باهير نجاش عشان النادي الاهلي يسجل الان الهدف الاول، هدف التقدم يا ساده في دقيقه 29 من زمن الشوط الاول. متعنا يا شحات وطلع على هاكس، متعنا يا شحات علشان نطلع على هاك. بص الشحات، بص الكوبري، بص المهارة، بص اللمسة الحلوة، بص التصويبة الجميلة، بص امام عاشور، بص الشحات حسين الشحات عمل ايه؟ ده عمل مهارة، واي مهارة عمل كوبري، واي كوبري، وعلى طول لمسة حلوة حطها جميلة عشان النادي الاهلي يترجم الضغط والسيطرة والاستحواذ والهجمات الى هدف اول مستحق بكل التأكيد. كانت المهمة صعبة بل مستحيلة، ولكن لا مستحيل مع النادي الاهلي. باص الامام، كهربا والمهارة هو التصويب، ولكن فين؟ في احضان الحارس باهير نجاش. باهير نجاش يمسك كورته في تصويبة سهلة من محمود كهربا. هذا هو كهربا، 6 اهداف مع الاهلي في هذه البطولة، كان هو الهداف رقم 1 للاهلي، وكان له دور كبير مع بقية اللاعبين ومع الجهاز الفني ومع الجماهير ومع إدارة النادي الأهلي في التتويج باللقب الغالي بالبطولة القارية في الموسم الماضي. هذا الالتحام اللي حصل والمخالفة الموجودة على محمد عبد المنعم. فاول حاليا لصالح بطل اثيوبيا. 1 الأهلي لصالح فريق سان جورج. ضربة حرة بقدم بقدم، إيدوغا عرضية راسية من عبد المنعم، لا والله من إمام عاشور، طلع برا الملعب وتبقى دي الركنية الأولى لسان جورج. لسه ركنية بقدم إيدوغا. حكم المباراة تدخل في الالتحامات الموجودة داخل الصندوق. حكمنا الكابتن طبعا ألفريد أرمي، حكم من تشاد. على طول أودوغنا، فرصة عالية راسية، ولكن حكم اللقاء قال لك طيب ركنية بقدم اكيد علي معلول. لا والله المرة دي خلوها ركنية بقدم مروان عطية. مروان عطية ركنية لنادي الاهلي، لسه مروان عطية، ولكن حكم اللقاء بيوقف، بيحذر ربيعة وبيحذر كمان لاعب فريق سان جورج. حكم جديد بنشوف اول مرة تقريبا في الملعب الافريقية، تقريبا اول مرة يحكم للنادي الاهلي. تعليمات توجيهات بيتكلم الحكم مع ربيعة، وربيعة بيتكلم مع لاعب سان جورج، بيقول له مفيش حوار ولا كلام، في حكم لقاء هو اللي بيقول ايه اللي حصل، في شد وجاز. على طول ركنية بقدم مروان عطية سابها مع دخولنا للدقيقة 37 من زمن الشوط الاول. هجمة، محاولة هجومية، ترجع ورا على طول يا دوغنا، استلام بهجمة ثانية على طول بالعرض على طرف الشمال لرمضان يوسف، يطلع كورته عالية رمضان يوسف، ترجع مرة ثانية، ولكن في صفارة وفي مخالفة، في صفارة وفي مخالفة وفي إصابة. إصابة لأحد لاعبي نادي سان جورج الأثيوبي. سلامات لكل لاعب موجود في أرضية الملعب.
طبعا بيبو النجم الكبير محمود الخطيب 37 هدف طبعا في كل البطولات، دوري الابطال وفي كاس الكؤوس الافريقيه. اما في دوري الابطال هو النجم ابو تريكه 31 هدف، ثم النجم الخطيب 28 هدف، ثم عماد متعب مركز سيد برصيد 24 هدف. اما طبعا هدافي الاهلي بشكل عام في كل البطولات الافريقيه النجم